تمام، خلينا نخرج من البيت. تمام، وخلينا نروح ناخد العربية من الجراج عشان نروح للمهمة اللي ظهر لنا على الخريطة. تمام، اتحركنا بيها. خلينا نروح للمهمة. خلاص يا جدعان، زي ما انتم شايفين قربنا نوصل. المفروض خلاص يا جدعان، زي ما انتم شايفين ان احنا داخلين عليه خلاص. فخلاص كده خلينا نركن، بس نركنها في الجراج عشان ما تسرقش، ونروح للمكان الاحمر. خلينا نركنها هنا كده. تمام، خلينا نخرج منها ونروح للمكان الاحمر. تمام، خلينا نروح له. تمام، زي ما انتم شايفين سيزر بيكلمني وبيحكي لي ان لازم اجيله علشان في مهمة هنعملها انا وهو. المهمة هتبقى عبارة عن ان انا بيبقى معايا كاميرا هنصور بيها عصابة مافيا مخدرات وكده. فهي دي المهمة بالملخص. فاحنا دلوقتي بعد المكالمة هنروح ليه. تمام، هو المفروض لسه مخلص مكالمة. خلينا نروح بقى نحدد احنا هنروح الصحراء الشرقية ولا ايه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو عن لعبة جاتا سان اندريس. تمام، عشان اللي ميعرفهاش او مسمعش عنها، جاتا سان اندريس هي لعبة عالم مفتوح تقدر تتحرك فيه في اي مكان وتعمل اللي في دماغك. فيها اكشن، مهمات خطيرة، وكمان قصص وعصابات. كل حاجة في اللعبة بتحسسك انك عايش حياة تانية تماما. ولو بتحب الحرية والأثارة، اللعبة دي معمولة ليك. الشركة اللي عاملاها روك ستار جيمز. تقريبا قلتلكوا كل المعلومات عنها، فكده مفضلش انك متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ومنساش الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الناس اللي متعملش لايك واشتراك في نافوخك. تمام، عشان مقلتلكمش احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل مهمة. سيزر بيتصل بيك وبيقولك عندك معلومات مهمة جدا. بتروح تقابله وتركب معاه عربية وتروح لمكان معين، وبتطلعوا فوق في السطح المحل وتصور ريدر وهو جاي ومعاه عصابة البوليس وكمان رجال المافيا تانيين. بتكتشف انهم بيجهزوا صفقة مخدرات كبيرة وبيدخلوا بيها الشحن للوس سانتوس. بعد ما تخلص تصوير بتنزل مع سيزر تخلعهم من مكانهم بعد. تمام، خلينا نركبها ونروح له علشان نشوف المهمة اللي انا لسه شرحها لكم. تمام، خلينا بقى نتحرك، نخرج من الجراج ونروح للمكان اللي متحدد على الخريطة. المهم لازم اروح له بسرعة قبل ما الدنيا تولع. لازم اكتشف رايدر عامل ايه بالظبط مع بوليس والمافيا. كمان انا حاسس ان في حاجة كبيرة قوي ورا الموضوع. رايدر وراها 100%، والخيانة شكلها قلبت بجد. يلا يا عم شد حيلك، سيزر مش هيستنى كتير. تمام، هركنها في الجراج علشان اروح للمكان الاحمر، علشان لما اروح هيرن عليا مباشرة. تمام، خلينا نروح للمكان الاحمر. تمام، والمفروض ان هو هيرن عليا زي ما انتم شايفين. هو بيكلم سي جي. بيكلموا على اللي انا لسه بقوله لكم ولسه شرحها لكم. تمام، لسه مخلصين المكالمة بينهم. فخلينا نحدد المكان على الخريطة. السلام عليكم، انا الابيض. لو كنت عارف ان المشوار كده كنت جبت معايا سندوتش جبنة وكوباية شاي تظبط المزاج. ايه يا عم، طريق ضيق جدا يا جدعان زي ما انتم شايفين. نفسي اجري يا جدعان. هو انا رايح مهمة ولا رايح اسوان؟ بس مبهزرش يا جدعان، المهمة بعيدة قوي. اصل حرام برضو يا جدعان. انا حاسس ان لو فضلت ماشي عن كده هلاقي يافطة كاتبين فيها مرحبا بكم في حدود ليبيا. خلاص يا جدعان، هانت 1000 years later. تمام يا جدعان، زي ما انتم شايفين خلاص دخلنا مدينة جديدة. فمعنى ان احنا كده خلاص قربنا للمهمة. بس يا جدعان الطريق ضيق قوي. السلام عليكم، هو ده طريق ولا فتح الكيس شيبسي؟ يا جدعان انا حاسس لو فتحت الشباك اخبط في الحيطة. خلاص يا جدعان، خلاص شد حيلك يا سي. قربنا نوصل، خليك جاهز تقول يا مساء الفضيحة. تمام، وصلنا اخيرا للسيزر. تمام، هنروح بقى لسه المهمة اللي انا لسه حكيتلكوا عليها من شوية، ان احنا هنصورهم اللي هم عصابات المافيا والمخدرات وكده. يا جدع دي مش مهمة، ده مؤتمر الامم المتحدة. تمام، واخيرا وصلنا للمكان. فخلينا بقى نروح للمكان الاحمر علشان نصورهم كده من غير ما يشوفونا.
تمام. المفروض واحد جاي اهو، صورنا واحد كمان لازم وشه يبان يا جدعان. تمام، واحد وراه وشه. تمام المفروض حد جاي ولا ايه؟ تمام احنا كده المفروض خلصنا. ها هتعمل ايه معانا؟ ما تقوليش لسه مخلصتش ولا ايه؟ هو هيعمل فينا ايه؟ تمام كده من المفروض يا جدعان. ثانية واحدة. تمام هي المفروض كده المهمة خلصت. صح. تمام، هو فرقنا عن بعض عشان محدش يشوفنا كده مع بعض ويشك فينا. تمام، واخيرا وصلنا وخلصنا المهمة الطويلة جدا. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو عجبكم وصلوها لأكبر عدد من اللايكات. وبس كده اشوفك في حلقة جديدة والسلام عليكم.